السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الجنزير. لو الجنزير عمل شحم مني كتير أوي كده واسود، والتروس كلها اسودت، وفي شحم كتير متراكم على الجنزير، إزاي نعالج المشكلة ديت وإزاي نحلها عشان ما نبوظش التروس ونحافظ على التروس أكتر وقت ونحافظ على الجنزير أكتر وقت، والجشمة كمان عشان ما تتكسرش من كتر الشحم اللي عليها. ازاي ننضف كل دون بطريقه سهله وبسيطه؟ تابعوا معانا. اول خطوه معانا ان انا هجيب جاز وهجيب فرشه، واول حاجه هرش جاز على الاجزاء بتاعت الجنزير كلها بالتروس، بس خلي بالي ان الجاز ما يخشش جوه السره او ما يخشش جوه التروس، يعني ما يخشش جوه السيستيم ولا يخش جوه السره. ارش من فوق كده بالراحه خالص، ارش على السيستيم من فوق بالراحه خالص. تمام، هجيب الفرشه واعمل بالفرشه عشان كل الشحم اللي ماسك في الجنزير يقع. واجي على السيستيم، انا هنا زي بوقع الشحم بس مش اكتر. وده بيحصل ليه؟ ده بيحصل لو شحمت العجلة زيادة عن اللازم، يعني شحمت الجنزير زيادة، فلما بمشي بيعبي تراب. وهوريكم ازاي برضو في اخر الفيديو ازاي نشحمه من غير ما نخليه يعبي تراب. اهم حاجة ننضف كويس. نحط شوية جاز على الفرشة. تمام، لو نلاحظ هنلاقي الشحم كله بيقع على الأرض. نرش على الجشمة. نرش شوية جاز كمان على السيستيم. لو نلاحظ في شحم كتير قوي بيقع اهو. لو نلاحظ الشحم كله حرفيا وقع، يعني ثانية واحدة اوريكم. شايفين الشحم كله وقع على الارض اهو، والشحم يعتبر كله وقع من الجنزير ابتدى ينضف اهو. تمام، نمسك الفرشة تاني ونحاول ننضف تاني. نرش اخر مرة. تمام، نحرك الجنزير بالراحة عشان نوقع الشحم برضه. لو نلاحظ الجنزير نضف خالص والتروس نضفت خالص، بس لسه برضه في خطوة ناقصة. الخطوة التانية هنجيب سفنجة وهنجيب مية بصابون، ونقلل المية شوية عشان يبقى الصابون كتير، وهنبتدي نيجي على الأجزاء كلها. الخطوة ديت بتوقع كل الشحم
بالجاز من الجنزير. خطوة مهمة جدا. بنجيب صابون ونيجي على الجنب، ونيجي على الأجزاء دي كلها، نحاول نجيب مية وصابون على كل الأجزاء. والحتت برضو اللي جه عليها جاز نحاول برضو نجيب عليها مية وصابون. يعني الحتت برضو اللي جه عليها جاز. الخطوة دي مهمة. لو نلاحظ إن الصابون ابتدى يوقع في الجاز وابتدى يوقع في الشحم وكل حاجة يعتبر على الجنزير، فنسيبهم كده شوية ونجيب مية عشان نرش على الأجزاء دي كلها وننضفها، وننتقل لتالت خطوة وهي الخطوة الأخيرة، وهي إن إحنا نزيت الجنزير. هنزيت الجنزير إزاي عشان ملاش تراب تاني وكده. الخطوة سهلة وبسيطة وهوضحها لكم وهبينها لكم بكل بساطة. الخطوة ديت هنجيب مية ونصب على الأجزاء دي كلها عشان نوقع الصابون. نحاول برضو ما نجيبش مية في الأجزاء الداخلية. تمام، نصب مية كده من فوق. تمام، هنجيب أي فوطة ونمسح الأجزاء دي بالراحة. نصب بس شوية مية على البدال عشان عليه صابون. ونجيب أي فوطة ونمسح الأجزاء دي بالراحة. نبدأ أول حاجة بالأجزاء اللي هي بعيد عن السيستيم والجنزير وكده. تمام، نبدأ نخش على الجنزير، ننضف برضه الأجزاء اللي جوه. تمام، ويعتبر كده نضفنا الأجزاء دي كلها. للتأكيد برضو هنسيبها تنشف ونرجع لها بعد شوية تكون الأجزاء دي كلها نشفت عشان نزيت العجلة. عشان لو زيتنا على مية العجلة برضو بتملى تراب لو زيتنا كتير أو زيتنا على مية. فاحنا نرجع لها بعد فترة يكون أجزاء العجلة دي كلها نشفت خالص ونزيتها براحتنا. الخطوة الأخيرة هي خطوة تزييت العجلة. نلف بس البدال الأول عشان نتأكد إن مفيش مية خالص. نقفل البدال بسرعة عشان لو في مية كتير ونغير
وبرده نتأكد أكتر بإننا نمسح الجنزير. هنزيتها ازاي؟ هنيجي في الجزء ده كده في الجنزير ونحط نقطة زيت، لو في سرنجة يبقى أفضل. نحط نقطة زيت صغيرة واحنا بنلف الجنزير. في النص قبل ما نمشي الجنزير على بقية التروس هنجيب الفوطة ونمسك الجنزير من الجنب، يعني نسيب الحتة اللي في النص ديت فيها زيت عادي، لكن نمسك الجنزير من الجنب عشان لو في زيت من الجنب يتمسح في ايدينا بالراحة خالص. ليه هنعمل الخطوة ديت قبل ما نمشيها على التروس؟ عشان لو في زيت كتير واتنقل على التروس هينقل الزيت الكتير دوت على التروس، وانا مش عايز التروس يبقى فيها زيت كتير. تمام. الحتة اللي الاحظ ان فيها زيت كتير بمسحها، يعني ممكن اعمل كده. تمام كده. ابتدي انقل على التروس. كده انا زيت الجنزير وفي نفس الوقت ما خليتوش ياخد زيت كتير عشان ما يحصلوش حاجه. بنضف الجشمه عشان حسيت بس ان فيها ميه. تمام. كده اكون شحمت الجنزير من غير ما اخليه يعبي تراب، وان شاء الله باذن الله بالخطوات دي الجنزير مش هيعبي منك تراب ولا هيحصل له حاجه ان شاء الله، وهيقعد معاك اطول فتره من غير ما يتوسخ. ودي كانت الحلقه. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد لينا، وشكرا.